السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم الأبطال؟ معاكم في قناتكم يلا منجوة، المكان اللي بناخدكم فيه في رحلات من قلب أقوى وأجمد المانهوا والمانجا. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. تحذير: المحتوى اللي هتسمعه وهتشوفه دلوقتي ترفيهي وخيالي تماما ومفيش ليه أي علاقة بالواقع. كل اللي بيتقال فيه بيعبر عن خيال المؤلف ومعتقداته هو، مش معتقداتنا ولا ديننا. افتكر دايما ما تسيبش أي حاجة تلهيك عن ذكر ربنا أو تأخير صلاتك. اتفرج واستمتع بس بعد ما تخلص فروضك. صل على النبي ويلا نبدأ. بشكر الناس اللي علقت على الحلقة اللي فاتت ومنهم اللي دائم الدعم ليا. وانت كمان لو عاوز اسمك يطلع الفيديو الجاي سيب تعليقك وما تنساش قبلها تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. ونكمل حكايتنا بعد ما قرر سيونج إنه لازم يعلى من مستواه أكتر عشان يقدر يواجه التغيرات اللي حصلت في العالم، خصوصاً بعد ما ظهر ليهم إن البرنامج التعليمي انتهى. ومن هنا أخد هان ويون وبدأوا يتحركوا ناحية أماكن فيها وحوش تكون قوية لكن بالقدر اللي يقدروا يتغلبوا عليه. وبننتقل للمكان الجديد اللي وصلوا ليه، وبنشوف واحد من وحوش العفاريت على وشه ملامح الخوف وبيجري على مجموعة تانية من العفاريت مستخبية عشان يحذرهم من هياكل الغيران بتاعة بطلنا اللي بتطارده، لكنه ما بيلحقش يقول لهم حاجة لأن الهياكل بتكون وصلت له وبتقضي عليه قدامهم. فبيخاف بقية العفاريت المستخبية وبيطلعوا يجروا أول ما يشوفوا الغول الهيكل وبيحاولوا يهربوا من المكان. وواحد فيهم بيحاول يفتح باب تاني عشان يهرب، وأول ما بيفتحه بيلاقي السيف راشق فيه ويخلص عليه. وبيظهر سيونج اللي بيبقى هو اللي طعنه بالسيف وبيقول: أنا كنت عارف إنك هتعمل كده. وبتظهر شاشة النظام عشان تعرفوا إنه كسب 10 عملات ذهبية مقابل قتله لواحد من العفاريت. وبيظهر بقية العفاريت اللي بتبقى خايفة وهي متحصرة ما بين الهياكل وبطلنا، واللي بينزلوا فيهم تقطيع وبيقضوا عليهم، ومع كل واحد بيقتلوه بيظهر شاشة نظام عشان تعرفوا إنه أخد 10 عملات ذهبية مقابل كل عفريت قضى عليه. وبعد ما بتنتهي المعركة بتظهر شاشة النظام عشان تبلغوا إنه وصل للمستوى السادس. وبيدخل هان ويقول له: جرى يا أخويا، أنت هتفضل تعمل كل حاجة لوحدك كده؟ فيرد عليه سيونج بللل: يا عم عادي يعني، دول شوية عفاريت ملهمش لازمة على أي حال. وبيظهر له شاشة النظام عشان يختار منها بطاقة جديدة لأنه ترقى في المستوى، وبتبقى فيها 5 بطاقات: الأولى عنصر عشوائي، التانية مهارة عشوائية، التالتة قدرة عشوائية، الرابعة نقاط قوة مؤكدة، الخامسة اختيار عشوائي. فبيختار سيونج بطاقة القوة وهو بيقول: لا، إذا كانت نقاط قوة مؤكدة يبقى ما ينفعش أضيع الفرصة دي من إيدي. وبعد ما بيختارها بيبدأ يحس بالقوة بتسري في جسمه كله وبيقول: أنا ما كنتش أعرف إن إحساس القوة مختلف كده. وبتظهر شاشة النظام عشان نشوف إحصائياته بعد ما قوته زادت، وبتكون مكتوب فيها: الفئة بتاعته مستحضر أرواح، السمة شيطانية، نقاط الصحة 50 من 50، نقاط المانة 330 من 330، القوة 8، السرعة 5، قوة التحمل 5، القطع الذهبية 5837، نقاط الخبرة 0 من 3200. وبتفضل الإشعارات بتاعة قتله لوحوش العفاريت تظهر لأن الهياكل بتاعته هو ويون بتبقوا بيقضوا على اللي اتبقى من العفاريت. وبيخرج سيونج من المكان اللي كان فيه، ويون لما بتشوفه بتقوله: انت جيت. وبيظهر واحد من الهياكل وهو ماسك جثة عفريت، ويون بتقوله: كان فيه هنا 9 عفاريت واحنا قضينا عليهم خلاص. فيرد سيونج: لا، شغل عالي، الله ينور. ويبص لهان ويكمل ويقوله: يلا يا داد هان، لم الخناجر. وبعد ما بيجمعوهم ويحطوهم في شنطة بياخدها بطلنا، ويبص ليهم ويقول لهم: خلونا من دلوقتي نتجاهل وحوش العفاريت. فيتصدم هان ويقول له: ليه بس كده يا اخويا؟ ويون تقول له: يعني انت قصدك ان من دلوقتي احنا المفروض نركز على الوحوش الأقوى، مش كده؟ فيرد سيونج: أيوة، لأن بالنسبة لكمية الذهب ونقاط الخبرة اللي بنكسبهم منهم مقارنة مع وحوش الغيلان أو الوحوش الأقوى يبقى قتلهم مجرد مضيعة للوقت. وعشان كده احنا لازم نستهدف الوحوش اللي مكافئتها أكبر، واللي أنا متأكد إننا مع شوية بحث هنلاقي منهم كتير. وبيكملوا في طريقهم يدوروا على الوحوش، وبيبقوا ماشيين وهم متحوطين بالهياكل. فهاني بص لبطلنا ويقول له: أنا مش عارف أقولها لك إزاي يا أخويا، بس أنا حاسس إننا ولا كأننا في فيلم من أفلام الزومبي. فكالعادة بينفض له سيونج وما يردش عليه. فهاني ينتبه لحاجة ويقول له: هي مش دي عربية جيش يا أخويا؟ وبنشوف إن في عربيات للجيش واقفة في الشارع قدامهم وحواليها جثث لجنود كتير.
ولما بيقربوا منهم بيلاقوا جنبهم مجارف وفؤوس، وسيونج يقول لما بيشوف الحاجات دي حوالين الجثث هو مش المفروض إن دي ساحة معركة ولا إيه النظام؟ وينتبه لحد بيتحرك وبيبص عليهم من ورا واحدة من العربيات، واللي بيخرج ليهم بعدها وهو ماسك في إيده فأس وموجهه ناحيتهم وهو مرعوب، وبيقول لهم بخوف: انتوا بشر ولا إيه بالظبط؟ وإيه الحاجات اللي واقفة وراكم دي؟ واللي بيرد عليه سيونج وهو بيطمنه ويرجع سيفه مكانه ويقول له: ما تقلقش يا عم، إحنا بشر زيك بالظبط. فيبص للعربية اللي جنبه وينادي ويقول: يا قائد كيم، طلعوا بشر زينا. فيرد عليه قائد كيم ويقول له: يا ليفا، ما هو أكيد بشر، هم العفاريت بيتكلموا ولا شكلهم كده؟ وبيقرب سيونج عليه ويلاقيه مصاب ومش قادر يتحرك. وكيم يكمل ويقول له: أنا آسف مش هعرف أنزل لك، بس زي ما أنت شايف الوضع اللي احنا فيه، وكمان زي ما أنت شايف كده أنا رجلي مصابة ومش قادر أتحرك. فيرد سيونج: هو اللي حصل ليكوا ده بسبب العفاريت؟ فيرد كيم بحزن: أيوة، حتة عفريت صغير ما كملش نص متر قدر يصيبني بالشكل اللي انت شايفه ده، وبالعافية قدرت أخلص عليه، لكن... فيرد سيونج باستغراب: بالعافية؟ إزاي يعني؟ أمال أسلحتكم راحت فين؟ فيرد كيم: الأسلحة فجأة اتحولت لخردة وما بتضربش ولا بتعمل أي حاجة، ومحدش عارف السبب، وده اللي خلانا نستخدم المجارف والفؤوس عشان نقدر نتصدى ليهم. فينادي هان على سيونج وهو بيطلع له جرعة الشفاء ويقول له: أنا معايا كام واحدة فاضلين لسه، نديله منها؟ بس أول ما كيم بيشوف الجرعة بيفز من مكانه ويقول له: هو ده، أنا شفت كتير من اللاعبين شايلينه، وإنت ممكن تديهاني؟ أنا بتمنى إنك تكون فاهم موقفي والوضع اللي أنا فيه، على الرغم برضو إني عارف إن من الصعب إن حد يفرط من عناصر مهمة زي دي من أجل النجاة. وبيكون سيونج بيفكر في كلامه وما بيردش عليه. فكيم يكمل ويقول له: طيب بص، إيه رأيك لو أقدم لك شوية معلومات في المقابل؟ فيبص ليه سيونج وهو بيفكر ويقول له: معلومات إيه دي يعني؟ فيرد عليه كيم ويقول له: معلومات بخصوص اللي بيحصل للعالم من ساعة ما العالم اتشقلب حاله لحد دلوقتي. فيرد عليه سيونج ويقول له: طيب يعني انت قول لي الأول اللي عندك وانا على أساسه هحدد هعمل ايه. فيكمل كلامه ويقول: في ذئاب احنا قابلناها حجمها كبير جدا وكأنها شبه التيران، واحنا ما كناش قادرين نتغلب عليهم ولا حتى على واحد منهم، وجنودنا اتهزمت قدامهم بكل سهولة. ده غير ان كمان في QR كود معرفش انتوا شفتوه قبل كده ولا لأ. فيبص هان ويون لبعض باستغراب، وكيم يكمل ويشاور على اتجاه معين ويقول لهم: أنا شفت 2 في مكان مش بعيد قوي عن هنا، لو انتوا مشيتوا كده على طول لآخر الطريق هتلاقوا واحد منهم عند محطة مترو الأنفاق، وكل اللي عليكم تعملوه ساعتها إنكم تمسحوا الرمز ده بتليفوناتكم، ووقتها هينزل تطبيق على التليفون عبارة عن تطبيق خاص بمجتمع اللاعبين، والتطبيق ده بيبقى اسمه كتاب دليل اللعب، ويعتبر هو الوسيلة المتاحة دلوقتي ما بين اللاعبين لأن كل وسائل التواصل التانية ما بقتش شغالة. فيفكر سيونج في موضوع مجتمع الناجين ده وهو بياخد إزازة الجرعة من هان ويديها لكيم، واللي بياخدها ويفتحها ويقول له: هو انتوا رايحين فين أصلا؟ أصل احنا رايحين للمنطقة المركزية بتاعة الجيش. فيرد سيونج وهو بيبص على الجثث اللي حواليهم ويقول له: هو انت هتفتكر ان دي حاجة هتبقى كويسة وانكم هتكونوا بأمان معاهم؟ فيرد كيم ويقول له: أول ما حوار اللاعبين ده بدأ يظهر، القادة الكبار أخدوا كل الأسلحة وبيشتمهم في سره. ويكمل ويقول: وقالوا لينا بعدها إننا نحارب المخلوقات دي بأدوات زي المجارف والفؤوس، لكني بعتقد يعني إن الموضوع ده دلوقتي اتغير. فيرد سيونج ويقول له: لا معلش، إحنا عندنا مكان تاني محتاجين نروحه. فيرد كيم بعد ما يعالج رجله ويقول له: تمام، أنا عموما بتمنى لكم حظ كويس وتوصلوا لوجهتكم بسلام. فيرد سيونج وهو بيشاور للسما ويقول له: وانتوا كمان لازم تخلوا بالكم من الحاجات اللي بتطير في السما. فيتوتر كيم ويقول له: في السما؟ فيكمل بطلنا كلامه ويقول له: أيوة، ده في وحوش ترانيم بتطير في السما كبيرة جدا، حجمها عامل شبه حجم الأتوبيسات. فيبان الخوف على كيم والعسكري اللي معاه ويرد عليه ويقول له: شكرا ليك إنك نبهتنا. وبياخدوا العربية بتاعتهم ويبدأوا يتحركوا في اتجاه الوحدة المركزية بتاعتهم، وبيفضل بطلنا وهان ويون والهياكل واقفين يبصوا عليهم شوية، وبعدين يتحركوا في طريقهم ناحية محطة المترو الأنفاق اللي قال لهم عليها. وبعد شوية بيوصلوا ويلاقوا قدامهم QR كود اللي قال لهم عليه، وبيخرج سيونج تليفونه ويقول لهم: شكله كده هو ده الرمز اللي قال لنا عليه. وبعد ما سيونج بيمسح الرمز بيبدأ التطبيق اللي قال لهم عليه كيم يحمل على الموبايل. بس طبعا هانا العبيط بيقول له: يا اخويا، هو البتاع ده مش ممكن يبقى فيروس ولا حاجة كده تبوظ الدنيا؟ فيرد سيونج ويقول له: يا غبي، هي كده أصلا التليفونات والكمبيوترات ما عادش ليها لازمة. وبعد شوية وقت بيحمل التطبيق،
وبيفتح سيونج التطبيق ويلاقيه عبارة عن تطبيق تواصل خاص باللاعبين، وبيبقى موجود في التطبيق ده 7 خانات، الأولى باسم الأخبار الرسمية، والتانية بخصوص تصنيف اللاعبين وترتيبهم، والتالتة خاصة بالرسائل، والرابعة دار المذاد، والخمسة والستة والسبعة بيكونوا غير متاحين للاستخدام، لكن رقم 5 بيبقى اسم معسكر الشيطان الحصري، والستة معسكر الملاك الحصري، والسبعة محطة البث الرئيسية الشخصية، ودي أصلاً بتبقى غير متاحة لأنها لسه تحت الإنشاء. فبيختار سيونج أول واحدة عشان يشوف جواها إعلان بالإطلاق الرسمي، وبيبقى اللي منزل المنشور ده هو مدير اللعبة، وبيبقى مكتوب فيه إن اللعبة تم إطلاقها رسمياً يوم 10/11، وإن في اللولة الأولى من جولات اختيار كروت الفئة في حوالي 2,976,821 اختاروا كروت اللاعبين، واللي قدروا إنه ينجوا ويفضل عايش هم 1,341,122. والجولة التانية من اختيار كروت الفئة هتبقى متاحة خلال 3 أيام لكل البشر، وفي النهاية بيقول إنه بيتطلع لتفاعلكم مع الجولة التانية من جولات اختيار كروت الفئات. وبعد ما بيخلص قراية الكلام ده بيتساءل مع نفسه مين اللي نشر الكلام ده، فبتقطع يون وهي بتقوله افتح كده شاشة الرسائل، فلما بيفتحها بيلاقيها فاضية، فتقول له أكيد هي فاضية لأن أصلا تكلفة إرسال رسالة أو منشور بتساوي 1000 قطعة ذهبية. فكالعادة هان العبيط بيتصدم ويقول لهم يا نهار أبيض، هو معنى كده إن إحنا لازم نقتل 100 وحش من وحوش العفاريت عشان نقدر بس ننزل بوست أو نبعت رسالة؟ لكن بيقطعوا كلامهم إن في إشعار جالهم على التطبيق، وبيبقى المنشور بعنوان في حد هنا، ولما بيفتحوه بيلاقوه مضمون ومكتوب فيه لو في أي حد بيقرأ الكلام ده ياريت لو يسيب تعليق، إحنا عبارة عن مجموعة من اللاعبين قدرنا إننا نوصل للمستوى الثامن، واحنا حاليا موجودين في منطقة آمنة في البناية اتش في مدينة هواسيونج مقاطعة جيونجي، فلو في حد قريب يا ريت يسيب لنا تعليق. فيكمل سيونج القراية عشان يشوف حد كاتب تعليق بيقول بجد ده احنا كمان في نفس المنطقة، قول لي ازاي نقدر نوصل لكم. فيرد عليه اللي منزل المنشور ويقول له استنانا في الحديقة بتاعة البناية واحنا هنيجي ناخدك، لأن زي ما انت عارف عشان تكتب تعليق ده بيتكلف قطعة ذهبية، فعشان كده احنا مش هنقدر نرد على أي أسئلة تانية، فخليك في مكانك هناك واحنا هنجيلك. وبعد ما بيقرا الكلام ده هان بيقول لهم المبنى اتش ده قريب من البيت بتاعنا. فيبص له سيونج ويقول له طب يلا نروح له. لكن قبل ما يتحركوا بيقف سيونج يفكر ويقول هما ازاي الناس دي صرفوا 1000 قطعة ذهبية كده بسهولة؟ ده احنا يدوب بالعافية بنجمع القطع الذهبية وقدرنا نوصل للمستوى السادس، فازاي بقى هما قدروا يوصلوا للمستوى الثامن؟ أنا حاسس إن الموضوع ده شكله فيه حاجة مش مظبوطة، لكننا لازم نقابل حد من الناجين أصحاب المستويات الأعلى. وبيبدأوا يتحركوا في اتجاه المكان اللي قالوا لهم عليه، وفي الوقت ده بيتمسح التعليقات اللي اتكتبت على المنشور، فبيكتب الشخص اللي كان سأل ازاي يوصل لهم يا جماعة هو مين اللي مسح التعليقات اللي فوق؟ أنا ملحقتش أقراها، هو كان فيها حاجة مهمة ولا إيه؟ فيرد عليه اللي كاتب المنشور ويقول له لا ده حتة ولد عبيط كتب شوية كلام أهبل شبهه، فعشان كده أنا مسحته، خلي بالك بقى من نفسك وانت جايلنا. وبيشوف سيونج الكلام ده وبيحس بشوية قلق. وبنشوف شخص تاني مجهول باين عليه القوة وهو ماسك التليفون وبيبتسم ابتسامة كلها شر، وأنيابه زهرة وهو بيبص لشاشة التليفون. وبنروح لمكان تاني وبنشوف وحوش العفاريت وهم بيهاجموا شخص ومعاه بنته، وبيحاول انه يتصدى ليهم بأي شكل بالعصاية اللي في ايده، واللي بيبقى عمال يلوح بيها يمين وشمال، وعمال يقول لهم بكل خوف ارجعوا ارجع يا بتاع انت وهو، ويبص وراه وينادي على اي حد عشان يلحقه او يساعده. وبنشوف 2 بيبصوا عليه من شباك، ولما بيبقى هياخد باله منهم بيقفلوا الستارة بسرعة ويستخبوا، وبيفضل الشخص ده يتوسل لأي حد عشان يساعده او حتى يساعد بنته بس. وفي الوقت اللي خلاص بتبقى وحوش العفاريت بتجهز نفسها عشان تهجم عليه الهجوم الأخير، بترشق خناجر مرة واحدة في راس واحد من العفاريت، ولما بيلتفت باقي العفاريت يبصوا عليه وهو واقع على الأرض بيظهر الغيلان الهياكل بتوع بطلنا من وراهم وتخلص عليهم كلهم، وبيقدروا ينقذوا الراجل وبنته. وبينتبه الراجل على سيونج اللي بيقول له انت في أمان دلوقتي، ويمدله إيده ويقول له تعالى معايا أنا هساعدك إنك توصل بيتك بأمان. فيرد عليه الراجل بخوف ويقول له أنا بيتي أصلا هنا، لكننا كنا خرجنا عشان ندور على شوية أكل. فيفتح سيونج شنطته وهو بيخرج منها أكل معلب ويقول له أنا عارف إن ده مش كفاية، لكن أهو أي حاجة تساعد في الظروف اللي احنا فيها دي. وبينتبه هان ويون على وحشين تانيين من العفاريت، واللي أول ما بيشوفوا اللي حصل في زمايلهم بيطلعوا يجروا بسرعة على واحدة من
الأنفاق من كتر الخوف. فيقرب هان من المكان اللي دخلوا فيه وهو بيقول بص بص، شوف شوية الوحوش الأغبياء دول هيروحوا مننا فين، كده كده هيموتوا بقولك هتموتي يا سوسو. ولما بيقربوا أكتر من الباب بيشوفوا شاشة نظام موجودة، وهان بيبص لها ويقول هو العلامة دي معناها إن هنا في زنزانة ولا إيه بالظبط؟ بقولك إيه يا أخويا سيونج، إيه رأيك نجري وراهم ولا إيه بالظبط؟ فيوقفهم الراجل اللي أنقذوه ويقول لهم استنوا، أنا شايف إن من الأحسن إنكم ما تنزلوش لتحت، أنا كان عندي صديق بيشتغل في المكان ده وسمعت إن في حاجة مرعبة جدا جدا أكتر من الوحوش الخضرة دي موجودة تحت. فيبتسم بطلنا ويبان الحماس على وشه ويقول له وحش مرعب ها؟ شكرا إنك قلت لنا على المعلومة دي. وبيدخلوا فعلا للزنزانة، وأول ما بيدخلوا بتظهر لهم شاشة النظام وتقول لهم انتم دخلتم للزنزانة الفريدة بتاعة وحش سلايم الكبير شراين. وبعد ما بيدخلوا بيطلعوا يجروا في المكان بسرعة، وهان بينادي على سيونج ويقول له يا أخويا ده انت حتى لسه ما لحقتش تشكر الراجل، انت بتجري كده ليه يا عم انت؟ فيرد عليه سيونج ويقول له ولا بطل كلام، يلا بدل ما انت عامل شبه العبيط كده واجري وانت ساكت. لكنهم بيقلفوا مرة واحدة، وهان بيتخض ويمسك في سيونج ويقول له يا نهار ابيض، ايه ده يا اخويا؟ وبنشوف ان وحوش العفاريت الصغيرة اللي كانت جريت داخل الزنزانة بتسيطر عليها وحوش سلايم صغيرة، وبتبدأ الهياكل الغيلان بتوع بطلنا تقطع فيهم واحد ورا التاني، وتظهر معاهم شاشة النظام اللي بتعرفهم انهم قدروا يهزموا وحش سلايم صغير وحصلوا على 140 قطعة ذهبية، وعشان هم قتلوا 2 منهم بيظهر لهم الإشعار ده مرتين. وفي الوقت ده كان بيحاول هان انه يشترك في القتال لكنه ما بيلحقش يعمل حاجة، ولما الخنجر بتاعه بيجي عليه السائل بتاع الوحوش بيبدأ الخنجر بتاعه يدوب من السائل اللزج اللي موجود في أجسام الوحوش، ويقول لسيونج وهو قرفان من ريحة السائل اللزج ده بيدوب الحديد، أنا مش قادر أتخيل إيه اللي هيحصل لو كنا بنقاتلهم بإيدينا. فيرد عليه سيونج ويقول له يا ابني بطل اللي انت بتعمله ده، وعموما يعني هي ما بتقدرش تدوب العظم، وده معناه ان الهياكل هي اسلم حل عشان تقضي على الوحوش من النوع ده. وفجأة بيترش السائل ده على واحد من الهياكل الغيلان بتوع بطلنا، فيتصدم هان ويبص برعب وراه ويقول لسيونج يا اخويا انت مش قلت ان الهياكل بتاعتك هتقدر تتغلب على الوحوش دي؟ طب قول لي بقى ايه رأيك في اللي بيحصل ده؟ وبتظهر شاشة النظام عشان تعرفهم ان الوحش الزعيم ظهر، واللي اسمه وحش سلايم العجوز الزعيم، وبيبقى الوحش سلايم بلع الغول الهيكل بتاع بطلنا، وبيبدأ الوحش يكسر في الهيكل جوه جسمه. بعدها بتظهر شاشة النظام لبطلنا وتقول له ان التابع بتاعك تم القضاء عليه نهائيا. فيقف بطلنا متوتر ويبص للوحش سلايم واللي اتبقى من الهيكل جوه بطنه ويقول معنى كده انه لما بيقابل حاجة ما بيقدرش يهضمها بيفضل يفصص ويكسر فيها جواه. وافهم من كده ان الهجمات بتاعت الهياكل هتبقى ملهاش اي لازمة بسبب حجمه الكبير ده. لكن فجأة بتلمع عينه وبتخطر على باله فكرة، ويقول لكن لسه في طريقة عشان اقدر اقتله. وبيفعل مهارة صناعة الأسلحة العظمية، وبتبدأ تتشكل أسلحة من عظام الهيكل اللي الوحش هزمه، وبتخترق جسمه من كل مكان. وبيؤمر بطلنا الهياكل انهم يهجموا على الوحش ويحوطوه عشان يضمن بكده ان الوحش يتحوط بالهياكل من كل مكان. وكل ما يقضي الوحش على واحد من الهياكل يقدر بطلنا يستخدم المهارة بتاعته عشان يكون منها أسلحة يتخلص بيها من الوحش. وبتلاحظ يون جنبها واحد من جثث العفاريت اللي لحمها كله داب، فبترشلها بسيفها وترفعها وتحدفها ناحية بطلنا وتقول له استخدم ده كمان. فبيبدأ بطلنا يستخدم المهارة بتاعته ويهاجم بيها على الوحش، والوحش بيلاحظ ان المحرك الأساسي لكل حاجة هو بطلنا سيونج، فينطلق ناحيته ويخبطه خبطة جامدة يترمي بسببها سيونج لورا ويخبط في هان ويقعوا الاتنين على الأرض. وفي الهجوم ده بيكون الوحش سلايم قدر انه يقضي على واحد كمان من الهياكل بتوع بطلنا، فيبتسم بطلنا ويقول له هي دي الغلطة اللي انا كنت مستنيك تعملها. وبيستخدم بطلنا نفس المهارة تاني على الوحش، وبيها بيخلي الأسلحة العظمية تخترق جسمه من جوه لبره من كل اتجاه. وبيستغل سيونج الوضع الحرج اللي بيبقى فيه الوحش ويؤمر الهياكل انهم يهجموا عليه ويقطعوه لحتت صغيرة بحيث انه ما يقدرش يجمع نفسه تاني. وبنشوف رايت وهو مفعل قوته ومنطلق على الوحش وبيسدد له الضربة القاضية والأخيرة، اللي بعدها بتظهر شاشة النظام عشان تهني بطلنا انه قدر يهزم الوحش الزعيم وكسب 2255 قطعة ذهبية. وبكده المعركة بتنتهي. بيقف بطلنا في وسط الهياكل ويؤمرهم انهم يجيبوا ازايز فاضيه ويملوها بالسائل اللزق بتاع وحش سلايم، وبيكون بيفكر مع نفسه انه لازم يستغل السائل دوت لانه متاكد انه هيبقى له فايده بعد كده. وفي الوقت اللي بيكون الهياكل بينفذوا فيه اللي بطلنا قال له عليه بتظهر كوره مشعه من وسط السوائل بتاعه الوحش، وبتظهر شاشه النظام عشان تعرفنا بالعنصر ده واللي اسمه جوهر او نواه وحش سلايم العجوز الزعيم، والفئه بتاعته نادر والنوع بتاعه عنصر مركب. وبيكون النواه متكونه من قشره خارجيه سميكه جواها سائل حمضي قوي
قادر إنه يدوب أي حاجة، وكمان قادر إنه يدمج العناصر مع بعضها، وبيكون سيونج ماسكها في إيده بيبص لها باستغراب ويقول عنصر مركب، لكنه بيخرج من تفكيره على هان اللي بينادي عليه ويقول له يا أخويا أنت محتاج تقرأ التعليق ده لأن شكله كده في حاجة غريبة بتحصل. وبيظهر إن في شخص معلق إنه في الطريق ليهم، لكنه بيتسائل إذا كانت كل حاجة ماشية كويس ولا إيه الوضع وليه بيتم حذف التعليقات كلها. فيرد عليه اللي حط المنشور ويقول واضح كده إن مش بس العالم بتاعنا هو اللي وصل للهوية، لكن أخلاق شوية من الناس برضه هي كمان بقت واخدة نفس السكة. فعشان كده أنا بطلب من الجميع إنه يتجاهل التعليقات اللي اتمسحت دي وياخد باله من نفسه وهو في طريقه لينا. فيرد واحد تاني بتعليق جديد ويقول طيب هو الناس اللي كانت في طريقها ليكم وصلوا؟ طيب ولو وصلوا يا ريت لو تسيبوا تعليق لأن أنا بدرت أحس بالقلق. وبيظهر إن في تعليق كمان اتمسح. فيرد صاحب المنشور ويقول لا الناس دي ما وصلتش لحد دلوقتي، وشكله كده إن في حاجة حصلت لهم وهم في طريقهم عندنا، فعشان تبقوا عارفين إن إحنا مش هنصرف قطعة ذهبية تانية على التعليقات، فلو سمحتوا كل اللي عليكم إنكم تسيبوا تعليق على المنشور ده لو أنتوا موجودين في المنطقة بتاعتنا. فبيسأل هان سيونج ويقول له يا أخويا هو ليه الناس دي بتمسح التعليقات؟ الموضوع ده شكله فيه حاجة مريبة، خلي بالك. فيفضل سيونج ساكت وبيفكر وهو بيبص للموبايل بتاعه وبيقول في باله المجموعة دي أكيد وراها حاجة، أصل مش طبيعي إنهم يصرفوا 1000 قطعة ذهب كده على مجرد منشور، وكمان على كل تعليق بيكتبوه على المنشور بيصرفوا زيه نفس الكمية. فبيوصل سيونج بتفكيره ده لحاجة لكننا ما نعرفش هي إيه لأننا بننتقل لمكان تاني وجراج تحت الأرض، وبنشوف 3 قاعدين. واحد فيهم بيقول هو أنا مش عارف ليه كله بيقتل في الوحوش، ويضحك ويكمل في حين إنك لو قتلت شخص عادي بتاخد 500 عملة ولو قتلت لاعب بتاخد 1000 قطعة. فيضحك واحد تاني من اللي قاعدين معاه ويقول والله معاك حق، ده غير كمان إن قتل البشر أسهل بكتير. فيرد التالت ويقول لهم ده غير المتعة الكبيرة اللي موجودة في أكلهم كمان. وبنشوف 2 قاعدين في العربية اللي جنبهم، وواحد فيهم بيقول للتاني إلا قول لي هو مين بالظبط الراجل اللي يعتبر القائد بتاعنا ده؟ ويكون الشخص اللي قاعد جنبه في قمة الخوف والرعب وبيعض على صوابعه من الخوف، ومجرد ما اللي جنبه بيخلص كلامه ملامحه كلها بتتبدل ويتعصب ويبدأ يبان عليه آثار زي آثار التحول كده. فيتخض اللي قاعد جنبه ويقول له هو أنت إيه اللي بيحصل لك بالظبط؟ فيفضل يكرر جملة واحدة بس وهي البروفيسور الأحمر، البروفيسور الأحمر. فيستغرب زميله اللي قاعد جنبه ويقول هو مش الشخص ده القاتل المتسلسل المشهور؟ ويفضل العرق ينزل من كل جسمه وهو بيفتكر ويقول في باله اسكت انت محظوظ ما انتش عارف حاجة. وبنرجع فلاش باك لمكان مليان بالجثث وغرقان بالدم، وبنشوف الشخص اللي كان قاعد مرعوب ده وهو واقع على الأرض وماسك رقبته بيحاول يمنع الدم اللي بيخرج منها، وفي شخص تاني واقف قدامه وإيده عليها دم. فيتكلم الشخص اللي قاعد على الأرض ويقول له وحش، هو انت وحش؟ فيتحرك الشخص التاني ناحيته وهو بيقول له دلوقتي العالم كله وصل لنهايته، او بمعنى اصح تقدر تقول ان بوابات الجحام اتفتحت على الارض. وبيظهر الشخص ده اللي بيكون طالع له انياب وليه مخالب في ايديه زي الحيوانات، وهو بيقول له وعشان كده انا محتاج لناس زيك عشان يشتغلوا عندي. وبنرجع تاني لبطلنا وهو بينادي على هان، فيرد عليه ويقول له قول لي اللي انت عايزه يا اخويا. فيخرج بطلنا سيفه ويقول تفتكر انت هتكون قادر تقتل البشر زي ما بتقتل الوحوش؟ وبنسيبهم ونروح لمكان تاني عشان نعرف ايه القصة ورا موضوع المنشورات والتعليقات دي. بيكون المكان ده هو اللي ظهر فيه البروفيسور الأحمر للشخص التاني، وبنشوف ان ظهر قدامه شاشة النظام وبتعرفه انه دلوقتي بقى تابع لسيد مصاصين الدماء، وان الفئة بتاعته اتغيرت لمصاص دماء من المستوى الأدنى. بنشوف واحد من الأتباع بتوعه وهو واقع قدامه على الأرض وبيرتجف ومرعوب، وبيقول له يا ريس قول لي بس يا زعيم هتعمل ايه؟ قول لي بالله عليك في ايه اللي حصل؟ وبيكون شكله اتحول بالكامل لمصاص دماء وهو بيقرب من التابع بتاعه، وبيكون بيفكر مع نفسه ويقول في باله وانا مش عارف ايه اللي حصل ووصل الموضوع لكده، وايه اللي بقيت عليه ده؟ انا كل اللي عملته اني جيت لهنا عشان اسرق شوية حاجات انا ورجالة العصابة بتاعتي. وبنشوفه وهو بينقض عليه، وبيكون التاني بيترجاه انه ما يقتلوش، وبيقعد الشخص ده يقول في باله دم، انا فعلا محتاج دم اكتر. ويفضل التاني يترجاه، لكن طبعا مفيش اي استجابة منه. وبيبقى البروفيسور الأحمر باصص عليهم وبيستمتع باللي بيشوفه قدامه في الوقت اللي بيكون خلاص التابع بتاعه بيقضي على فرد العصابة بتاعته. فيضحك البروفيسور الأحمر ضحكة شيطانية شريرة وهو بيقول له أيوة كده، اشرب كمان اشرب، هو ده اللي أنا عايزه من رجالتي. وبيبقى التابع بتاعه عمال يشرب في دم فرد العصابة، وبيقول من جواه طعمه لذيذ جدا، أنا عايز أكتر كمان. فيقول له البروفيسور الأحمر أنا عايزك تفضل تاكل وتتغذى كويس لحد ما جيلك تاني. وبنسيب التابع بتاعه يكمل في اللي بيعمله، وبنرجع للجراج من تاني،
وبنشوف واحد من أفراد العصابة وهو عمال ينادي عليه ويقول له يا زعيم يا زعيم، وبيكون الزعيم ده سرحان أصلا في ملكوت تاني، لحد ما من كتر ما صوت التابع بتاعه كان عالي بينتبه له، فيلاقيه بيقول له هو أنت مالك يا زعيم، في إيه بس كده؟ فيرد عليه ويقول له لا مفيش حاجة، قول لي عايز إيه؟ فيرفع له الموبايل وهو بيوريهوله ويقول له لا مفيش حاجة، احنا جينا تأكيد ان خلاص الضحايا الجداد بتوعنا على وصول. ويكمل ويقول له زي ما انت شايف كده رقم 157 كاتب في التعليقات انه قرب خلاص يوصل، وان عددهم 3 وفاضل لهم 10 دقايق ويوصلوا. وبعدها كتب تعليق تاني انهم وصلوا خلاص، ودلوقتي مستنيينهم في الحديقة زي ما قالوا لهم، وبيترجوهم انهم يجولهم بسرعة. فيرد عليهم ويقولوا لهم تمام احنا في طريقنا. فيرد عليه الزعيم ويقول له يعني هم كده دلوقتي واقفين عند الحديقة؟ طب يلا بينا. ويدوس على البنزين ويطلع يجري بالعربية ويقول لهم يلا بسرعة عشان نلحق كيس الدم الجديد بتاعنا رقم 17 اللي وصل بالسلامة. وبيتحركوا بالعربية بكل سرعتهم ناحية المكان، وهو بيفكر في باله على وشه نظرات كلها شر ويقول يا سلام، احنا مختارين حتة مكان استراتيجي ينفع فخ زي ما الكتاب بيقول نصطاد بيه شوية الأغبياء اللي زي دول. لا وغير كده كمان السكان اللي موجودين في المباني من حوالينا قاعدين في حالهم وساكتين وعاملين نفسهم مش شايفين حاجة، ولا بيدافعوا عن أي حد ولا حتى بيخرجوا من بيوتهم. شوية أغبياء بحق وحقيقي، ما يعرفوش إن بمجرد ما نخلص على الفرايز بتاعتنا دي هيبقى هم اللي عليهم الدور. وبنشوف الكراسي اللي ورا والشنطة بتاعة العربية وهي مليانة جثث لضحايا قتلوهم. فيقول له التابع بتاعه اللي قاعد جنبه أنا شايفهم قدامنا هو يا زعيم. وبيكون في 3 لابسين عبايات ومغطيين راسهم ومعديين من قدامهم. فيتعصب الزعيم جامد أول ما بيشوفهم ويقول يا سلام، دم طازة. ويقوم جاي مزعق بأعلى صوته ويقول له افرمهم تحت العربية بسرعة. وفعلا بيدوس بأقصى قوته على البنزين عشان يدوس عليهم ويطيرهم من قدامه، لكنهم بيتفاجئوا ان اللي كانوا متغطيين دول هم الهياكل بتوع بطلنا، وكل اللي حصل لهم انهم اتكسروا خلاص. فيتسألوا ما بينهم الاتنين عن ايه صوت التكسير اللي حصل ده، وتبقى الصدمة ظاهرة على ملامحهم. فيقول له الزعيم باستغراب ايه ده، هم هياكل عظمية كده وخلاص؟ فيستخدم بطلنا سيونج عليهم مهارة صناعة الأسلحة العظمية، وبيها بيكون أسلحة بتثبت العربية في مكانها. وبيبقى الزعيم قاعد في العربية وحاسس بالألم من الخبطة اللي تعرضوا لها، وبيقول هو إيه اللي حصل بالظبط؟ لكنه ما بيلحقش يكمل كلامه، لأنه بيلاقي إيد بتكسر الإزاز اللي جنبه وبتتناوله واحدة في وشه، وبعدين وهي راجعة تسحبه من العربية وتطلعه وترميه بره. ويقع على الأرض ويتساءل مع نفسه ويقول الله، هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟ وبيكون الموبايل وقع منه. فيوطي بطلنا سيونج ياخده من على الأرض وهو بيقول له هو أنت بقى رقم 4884؟ وبيكون بيقول له كده وهو موجه السيف بتاعه ناحية راسه. فيقوم جاي شتمه. فيبص له الزعيم وهو على الأرض بخوف واستغراب. وبنرجع بفلاش باك بشوية عشان نعرف إزاي بطلنا قدر يتأكد إن العصابة دي بتعمل فخ للناس. فيقول بطلنا في باله أنا في الأول كان عندي شوية شكوك صغيرة حوالين التعليقات اللي بتتمسح. أصل أكيد لازم الواحد يشك لما يشوف إن القطعة الذهبية بتتصرف كده بكل سهولة على المنشورات والتعليقات. وبنشوفه وهو مستخبي وبيبص على الأفراد العصابة وهم بيخلصوا على الناجين اللي بيوصلوا لهم. وبنشوفه لما رجع تاني لهان ويون وبيقول لهم أنا ضيعت وقت وأرهقت دماغي في التفكير في احتمالية الناس دي تكون ناس وحشة، مع إن ده كان المفروض التوقع الطبيعي بعد اللي بقى فيه العالم. وبنشوف هان طبعا بيعمل عمايله المعتادة ويقول يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، هو في ناس كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا معرفش العالم بقى فيه إيه بالظبط والله يا جدعان. وبيكمل سيونج كلامه ويقول والله أنا مبسوط إن إحنا عملنا لهم فخ زي ده، ما كنتش أتوقع إنهم أصلا هيجروا علينا أول ما يعرفوا إننا وصلنا بالسرعة دي. فيتعصب الزعيم وهو بيحاول يقوم من على الأرض ويقول له يا زبالة أنت، هو أنت مش عارف أنا مين يالا ولا إيه؟ بس سيونج بطلنا عشان جدع وابن حلال ما بيسيبوش يكمل الكلمة، ويقوم رزعه بالرجل في دقنه يطير له صف أسنانه التحتاني. وبنشوف التابع بتاعه والهياكل مسكاه وعمال ينادي عليه. وبيظهر بطلنا اللي بيبصله بنظرات كلها غضب ويقول له قول لي بقى، انتوا وقعتم في فخاخكم ناس قد ايه؟ ومش عايز كدب ترب عليا إلا وأنا هفصل راسك عن جسمك.
فيضحك الزعيم وهو وشه كله دم وبيقول له باستهزاء: راسي. ويقوم ينطلق على بطلنا سيونج وهو في كامل تحوله لمصاص دماء، ويقول له: هو انت يالا عمرك قتلت حد قبل كده؟ ما تحاولش تمثل عليا بقى انك راجل وجامد وتقدر تعمل حاجة زي دي. بس في لحظة واحدة بيكون رايت نط من ورا بطلنا بالسيف وقاطع له ايده، فيتصدم الزعيم وتابعه هو كمان مرعوب، ويبقى بطلنا بيبصله بنظرات حادة ويقول له: ايوه انت معاك حق، انا فعلا ما قتلتش حد قبل كده، حتى بعد الحالة اللي وصل ليها العالم بتاعنا، لان انا مش زيك شخص بدون قلب بيقتل الناس كده وخلاص عمال على بطال. لكن بالنسبة لكم انتوا انا اصلا مش معتبركم بشر وما تستحقوش غير الاكل. ويرفع واحد من الهياكل الفاس بتاعه ويس هينزل بيه على راسه، يلاقيه بيضحك، فيستغرب بطلنا ويبصله ويقول في باله: هو ماله الجدع ده؟ هو بيضحك على ايه؟ لكنه بيلف راسه بسرعة ويبص للتابع بتاعه ويقول له: وانت بقى ايه حكايتك؟ فيتفزع التابع، وبطلنا يكمل ويقول: ايه رأيك نبدأ بدراعاتك الأول ولا رجليك؟ وبيكون فيه هيكلين ماسكينه وواحد تاني رافع الفاس عليه. فيبدأ التابع يتكلم ويقول لهم: لا ما تعملوش حاجة، أنا هتكلم وهقول لكم كل اللي انتوا عايزينه، في 8 أشخاص غيرنا. وما بيلحقش يكمل كلامه لأن الزعيم بتاعه بينط من مكانه ويشيل راسه من مكانها وينط ورقه. فيقف هان ويون مخضوضين ومذهولين من اللي حصل، وهان بيقول: يا نهاري، ده قتل التابع بتاعه. وتبص يون بتوتر وتقول: لا سيبك من ده، بص كده على دراعه اللي اتقطع ده، دراعه تحول لنصل حاد. وبيمسك الزعيم راس التابع بتاعه ويشرب الدم اللي بينزل منها وهو بيضحك ويقول: يا سلام، هو ده اللي الواحد محتاجه، الطعم ده والريحة دي حاجة عظمة بصراحة. فيصرخ بطلنا عليه ويقول له: انت زبالة انت. وبيظهر قدامنا الزعيم وشه كله غرقان دم، وشاشة النظام ظاهرة وبتقول له انه قدر بفضل الدم اللي شربه يسترجع نقاط صحته من تاني. ومش بس كده، ده قوته زادت بمقدار نقطتين وسرعته زادت بمقدار نقطة. ويقول: أنا أصلا كنت من فئة محارب النينجا ب3 نجوم، لكن بمجرد ما سيدي عضني في رقبتي بقيت مصاص دماء من المستوى المنخفض. وبيرمي راس التابع بتاعه من إيده وبيرفعها ونشوفها والدم نازل منها وبيبقى فيها حوافر زي الحيوانات. ويكمل ويقول: بمجرد ما الشخص بيتحول لمصاص دماء بيفضل ثابت على المستوى الأول، ما بيقدرش يعلى في المستوى أكتر من كده. لكن دي حاجة ما بتشكلش أي مشكلة، لأن زي ما انتوا شايفين كده وأنا باكل البشر بدل الوحوش وأشرب دمهم، إحصائياتي بتزيد، وفجأة حجمه بيبدأ يكبر ويتطور، وبيظهر شاشة النظام عشان تعرفنا إن قوته بقت 14 نقطة وسرعته 13 نقطة وصحته 13 نقطة، وإنه كمان دلوقتي دخل في وضع الهارج، وكل إحصائياته هتزيد بنسبة 20%. وبيبقى فيه ملاحظة مكتوبة إن بمجرد ما وضع الهارج ده ينتهي هيتم توقيع عليه عقوبة بتخفيض إحصائياته كلها بنسبة 50% لمدة 10 ساعات. فبيبتسم بطلنا وهو واخد وضع الاستعداد للقتال، وكالعادة بيتحصن بالدرع بتاعه، ومن قدامه الهياكل بتاعته واخدة وضع الاستعداد، وبيقول: واضح كده إن في فئات تانية أكثر بشاعة من الفئة بتاعتي. ويوجه كلامه لهان ويون ويقول لهم: انتوا الاتنين خليكم ورايا وما تعملوش اي خطوة غلط، لان بمجرد ما ده يحصل هيقدر يقضي عليكم بضربة واحدة. وبيأمر بطلنا الهياكل بتاعته انها تهجم عليه، فينطلقوا عليه كلهم مرة واحدة، لكنه في لمح البصر بيندفع ناحيتهم ويخترق التشكيلة الاولى ليهم. وبطلنا بيكون بيبصله وهو بيقول في باله: سرعته بقت كبيرة جدا وقدر بيها انه يخترق التشكيلة الاولى لينا. وبيأمر بقية الهياكل اللي محوطاه إنهم يفضلوا محافظين على تشكيلتهم الدفاعية. وبمجرد ما بيوصل الزعيم عندهم بيمسك أول هيكل من جمجمته ويكسرها ويرميه وراه عشان يفتح الطريق لنفسه، ويكمل على اللي بعده واللي بيوجه له النصل الحاد بتاع دراعه الشمال ويطير رقبته من مكانها. ويبص لبطلنا بنظرات مرعبة ويقول له هو بيضحك ضحكة شريرة متقطعة: أديني وصلت لك أهو. وفي الوقت اللي بيحاول فيه رايت مع الهيكلين اللي كانوا هاجمين عليه في الأول إنهم يلحقوه وينقذوا بطلنا، بيفشلوا بسبب سرعته الكبيرة، وبيكون منطلق عليه وموجه ناحيته النصل الحاد وهو بيقول له: انت بقى عامل لي فيها القائد بتاع الهياكل دول. وبيكون خلاص النصل قرب على بطلنا سيونج اللي بيكون مصدوم ومش متوقع الوضع اللي هو بقى فيه ده،
وبيبص للنسل الحاد بنظرات كلها ترقب وخوف وقلق. وبكده نكون خلصنا ملخص حلقة النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تتابع كل الجديد، وما تنساش تسيب لي رأيك في الكومنتات. أشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.